أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يتفوق طالب العلم؟ طالب العلم إذا سعى في شبابه يصل إلى مرتبة عالية في خدمة الدين. بعض الأشخاص يدخلون في هذا السلك، ولكن في بدء الأمر ضايعين. لما تسأل منهم لماذا بدأت بهذه الحرفة؟ لماذا انتخبت هذا الطريق؟ يسكت، ليس له جواب. طالب العلم لابد أن في بدء الأمر يعرف لماذا يريد أن يسلك هذا الطريق، يعرفه تماما حتى يتوفق. البعض يقولون نقرأ نشوف إن شاء الله تعالى في المستقبل، هذا لا يوفق. طالب العلم له الجدية في الدرس والتقوى في بدء الأمر. حتى بعض العلماء يقولون طالب العلم في ابتداء الأمر مو واجب عليه أن ينشغل بالمستحبات كثيرا، لا، حتى يتعب. لابد أن يكون متعادل في العبادات حتى تكون له قوة للدراسة، للاستنباط، للفهم، للحضور في الدروس. من أمور التي لها دور في توفيق الإنسان مع الجدية في الدرس والسعي في كسب التقوى التوسل. القرآن في مواطن مختلفة تشوف بالكناية أو بالتصريح يرشد البشرية إلى التوسل. من هو الذي يقدر أن يقضي حاجة طالب العلم؟ من هو؟ الله سبحانه وتعالى. وهل جعل أشخاص أخرى يقضون الحوائج؟ نعم، وابتغوا إليه الوسيلة. حواريين عيسى لما آمنوا بعيسى وبدينه طلب منهم أن يساعدوه، ما طلب من الله، طلب من الحواريين. أولاد يعقوب استغفر لنا، من أبوهم طلبوا، ما طلبوا من الله. استغفر لنا يا أبانا. وهذه الآيات التي ترشد الإنسان للتوسل موجودة بالقرآن. ولذا الوهابية والمخالفين لما يشكلون علينا بأن أنتم مشركين لأن تتوسلون بغير الله، نقول لهم لا، نحن نتوسل بالله سبحانه وتعالى، وأيضا نعمل بالقرآن. الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول وابتغوا إليه الوسيلة. الله رايد، الله طالب. كما نطلب من الله نطلب من الذي الله سبحانه وتعالى جعله مصداق لطلب الحاجة في القرآن الكريم. يعني وسائط، قصدي من الطلب الحاجة يعني وسائط، نجعلهم وسائط. الله سبحانه وتعالى في القرآن أشار إليه. ولذا لما نرجع إلى الروايات، أمير الكون علي بن أبي طالب يقول إن أفضل ما توسل به المتوسلون إلى الله سبحانه الإيمان به وبرسوله والجهاد في سبيله. الجهاد في سبيل الله أنتم يا طلاب العلم
تجاهدون أن تقوون الدين، تجاهدون أن تحفظون الدين. حفظوا الدين العلماء، علماء الأبرار الذين بدوا بخلوص النية وانتهوا بسعادة وأعلى درجة، رحلوا من هذه الدنيا الدنية، رحلوا عن الدنيا، هذه الدنيا الدنية، دنيا التي ليس لها وفاء. يوم من الأيام تتركك. إذا الدنيا كانت فيه وفاء كانت تخليك تبقى في الحياة، ولكن عند موتك تتركك، تقول لك أنا كنت وياك، أنا موجودة، بس أنت بعد خلص، تتركك. ليس الدنيا لها وفاء. الإمام الهادي روحي له الفداء: وفاز من تمسك بكم، الله الله، وأمن من لجأ إليكم، وسلم من صدقكم، وهدي من اعتصم بكم. هؤلاء أهل البيت. طالب العلم لا بد مع جدية الدرس وكسب التقوى يكون توجهه لله بواسطة التوسل، يطلب من الله سبحانه وتعالى في كل آن وفي كل وقت وفي كل لحظة، لأن الشيطان موجود، شيطان أحاطك، وأنت لا بد أن تفعل شيئا حتى تبعد الشيطان، ويتحقق هذا البعد بالتوسل. تقدر تبعد الشيطان بواسطة التوسل. التوسل لطالب العلم من الضروريات. دائما: إلهي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. تطلب من الله: يا الله أنا أتوسل فيك في هذا الفعل. كل فعل يريد أن يفعله لا بد أن يتوسل قبل ما يفعل. طالب العلم لا بد أن يكون هكذا. لما تشوفه، تشوف حركاته، وجناته، كلامه، كله متوجه إلى الله، طالب من الله. وأيضا يناشد أهل البيت روحي لهم الفداء، ويطلب منهم أن يكونوا له ملاذ في طلب الحاجة. الإنسان هو عاطفة، هو يحب أهل البيت، يحب الله سبحانه وتعالى. شوف بعض ذول الناس الذين ما عندهم دين، تصير حادثة يقول يا الله بدون شعور، يا الله. أنا شايف مئات مرات حوادث، ماي جاد، هو ما يعرف الدين ولا متقرب للدين ولا عنده دين، ولكن يناشد، يذكر اسم الله سبحانه وتعالى. هذا شيء عاطفي. ونحن في زماننا هذا، يعني قبل الرسالة كانت هذه الملكة موجودة، وهي فطرة التوحيد في ضمير الإنسان. وبعدما جاء الرسول والأئمة روحي لهم الفداء، الله جعل حب أهل البيت في فطرة الإنسان. ولا بد أن الإنسان يقوي هذه الفطرة، وإلا بمرور الزمان بواسطة لا سمح الله المعاصي والتوجه إلى المنكرات، هذه الخصلة تروح، الإنسان ينهار. إلهي ليس لي وسيلة إليك إلا عواطف رأفتك، ولا لي ذريعة إليك إلا عواطف رحمتك، وشفاعة نبيك النبي الرحمة. الله الله، ما عندي غيرك، أنت الذي ملاذي، أنت الذي كل ملاذي، كل أمنيتي، ما عندي غيرك.
إمام الصادق روحي له الفداء يقول: نحن حبل الله الذي قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعتصم بشنو؟ مطلق أي شيء، هم أهل البيت الملاذ. في التوسل نعم، في الواسطة أن يكونوا واسطة نعم، في كل الآنات وفي كل اللحظات كون مع أهل البيت، حتى في التوسل، حتى في طلب الحاجة، خليهم وسائط لله سبحانه وتعالى. إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. شنو الإشكال؟ ولذا طالب العلم لا بد أن يهتم بالتوسل. التوسل دائما يكون في ضميره حتى الله يوفقه ببركة الصلوات على محمد وآل محمد.